تعال أقول لك نبذة بسيطة كده عن مصر علشان تعرف مين هي مصر وتعرف حجم مصر. قد إيه لما تقيم مصر وتتكلم عن مصر تبقى عارف أنت بتتكلم عن إيه. مصر أطعمت العالم 7 سنين أيام سيدنا يوسف، سنين العجاف. أطعمت العالم كله 7 سنين، تخيل. من 400 سنة وأيام ما اجتاحت المجاعات بلاد المغرب والجزائر، والناس دي نزحت وهربت من بلادها، ما لقيوش أأمن ولا أجمل من مصر، أرض خصبة ممكن تحتويهم ويعيشوا فيها بدون تفرقة عنصرية وبدون أي نوع من الإزعاج. لما طرد الأسبان المسلمين هم كمان ملقيوش غير مصر علشان يعيشوا فيها وتستقبلهم. لما قامت الحرب الأهلية في لبنان وهرب الكثير والآلاف من اللبنانيين، فملقيوش أجمل ولا أرض خصبة غير مصر علشان يعيشوا فيها بكل أمان وسلام. ولما حصلت مذابح الأرمن على يد الأتراك، هرب الأرمن وملقيوش أي مكان يعيشوا فيه أأمن من مصر. وكان من الأرمن الفنانة نيلي ولبلبة والجميلة أنوشكا. أما اليونانيين في الحرب الأهلية والإيطاليين في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، هربوا من بلادهم وملقيوش أأمن من مصر علشان تستقبلهم ويعيشوا فيها. حتى آخر ملوك إيطاليا اختار مصر علشان يموت فيها ويقضي فيها آخر أيامه. كمان آخر ملوك إيران الشاه محمد رضا بهلوي اختار مصر علشان يقضي فيها آخر سنة من عمره. أما السائر الكنغولي بياترس لما قامت بلجيكا بقتله، ما لقيوش أأمن من مصر علشان يهربوا ليها أسرته وأولاده علشان يعيشوا فيها بكل أمان. لو سردت لك مين مصر، أنا هحتاج مجلدات علشان تكتب فيها، وهحتاج لساعات وساعات علشان أتكلم عن مصر. أما من فترة قريبة جدا ضحوا المصريين بدمهم مش بقوتهم، من أجل ما أنت اللي بتتكلم تعيش. وعلى الصعيد الحالي أخواننا وحبايبنا السوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين ملقيوش أأمن من مصر علشان يعيشوا فيها بين اخواتهم وحبايبهم وبلدهم التاني. وده مش مجرد كلام، هم فعلا عايشين في بلدهم التاني وبدون أي مبالغة وبدون أي تفرقة، وأهلا بيهم وعلى راسنا من فوق. أما الشعب الوحيد اللي في حالة ما بتحتاجه بلده لو برا، ورغم كل الظروف اللي مرت بيها مصر عمره ما حصل أي تهجير من شعبها برا. اللي برا بيرجع عشان يقف جنب بلده.